هيا نختبر إذا كنت تحب الله. هيا نختبر إذا كنت تحب الله. اكتم نفسك. ضع لايك. اكتب اسم الله 10 مرات في الكومنتات. اعمل اشتراك في القناة. مبروك، أنت تحب الله. حسبنا الله ونعم الوكيل يا أخوان، حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء الناس اللي عم ينشروا هاي الأمور. يعني أنت إذا بتحب الله عز وجل بدك تحط لايك، إذا بتحب الله عز وجل بدك تعمل متابعة، إذا بتحب الله عز وجل بدك تعمل إعادة نشر. لا يا أخوان، لا 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 لا, لا. حب الله عز وجل لا يكون بهذه الأمور إطلاقا إطلاقا. حب الله عز وجل عندما نمتثل بأوامر الله عز وجل. حب الله عز وجل عندما نحتكم بشرع الله عز وجل. حب الله عز وجل عندما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. هكذا يكون حب الله عز وجل يا أخوان. حب الله عز وجل ليس بلايك وليس بإعادة نشر وليس بمتابعة. يا إخوان، لا تدع هذا المقطع يقف عندك، بارك الله فيك. انتبهوا من هذا الأمر وحذروا به غيركم، فالدال على الخير كفاعله. أخوكم ومحبكم في الله محمد أبو الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.